تسبب طبيب جراحة بمحافظة بالشرقية في إصابة طفل عمره عام واحد بعجز كامل بعد إجراء عملية ختان بالليزر له تسببت في بتر كبير بالعضو الذكري. فحرر أهل الطفل محضرا بالشرطة تتهم فيه الطبيب بالإهمال الطبي. قال عم الطفل محمد إبراهيم إنهم أجروا عملية ختان لنجل شقيقه أيمن أحمد إبراهيم حسن الذي لم يكمل عامه الأول بعيادة طبيب جراح، وبعد العودة للمنزل فوجئنا بتغير لون منطقة العضو الذكري لدى الطفل، وفي مقدمته ذهبنا للطبيب مرة أخرى وبسؤاله قال هذه التهابات بسيطة. وأضاف مع صباح اليوم الثالث فإذا بحالة الطفل تزداد تدهورا لتسقط مقدمة عضوه. وأشار إلى أنهم حرروا محاضرة ليثبتوا فيه الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب فيه الطبيب للطفل بالنيابة العامة، مؤكدا أنهم وجهوا من خلاله تهمة الإهمال للطبيب والتسبب في سقوط جزء كبير من العضو الذكري للطفل يمثل بتر. وأضاف أنه بمجرد علم الطبيب بتحرير المحضر حاول مساومتهم بمبلغ 5000 جنيه مقابل التنازل عن المحضر، إلا أنهم رفضوا ذلك. وطالب عم الطفل بضرورة توقيع أقصى العقاب على الطبيب نتيجة الإهمال الطبي والتسبب في عجز لدى الطفل ليكون عبرة لغيره ممن يتهاون بحياة الآخرين.